على اللعيبه ورغبتهم في الحصول على البطوله. يعني كابتن فهد كانت في رغبه اوضح بالنسبه للاتحاد. في البدايه ابو زايد لابد ان نهني الفريقين على المستوى اللي قدموه، والمباراه اللي عكست مدى وقيمه الكره السعوديه. ما في شك ان فريق الاتحاد واضح حتى من تصريحاتهم الثقه قبل المباراه، وانا اعتقد ان التجهيز النفسي اللي تحدثنا عنه والذهني والنفسي كان له تاثير جدا مباشر في هذه المباراه، ولكن هي مباراه جميله، هي مباراه يعني اوفت بكثير من العهود ووعودها. وما في شك ان فريق الاتحاد وجماهير الاتحاد اللي ازرت الفريق في الفتره السابقه بشكل، وكان يعني واحده من ميزات البطوله السنه او بشكل عام الكره السعوديه جماهير الاتحاد وترابطها مع فريقها. وانا اعتقد دائما لما نتكلم الجماهير لابد ان دورها وايد مهم. شفنا تصريحات اللعيبه، شفنا تصريحات المهندس ابو عمار على ان الجمهور هو سبب رئيسي في ان وضعيه الفريق هذا اللي هو بطل بطوله اول سنه محترفين. وانا اعتقد ان استحق الاتحاد، استحق الهلال ايضا ان يشاد بان قدم كره جميله، قدر انه يتعامل مع النقص اللي حدث في المباراه، ولكن تبقى ان فريق الاتحاد استغل النقص، استغل المساحه الموجوده. بوشروان ايضا اليوم ظهر بشكل جميل. مدافعين الاتحاد اليوم يعني لابد ان نشيد بهم، لعيبه الارتكاز الصقري يعني يمكن اليوم واحد من نجوم المباراه مع بوشروان ولابد ان نشيد به. الفريق بالكامل يملك لاعب بقيمه نور، يملك مهاجم بقيمه هزازي اللي يشكل خطوره دائما اينما تواجد في منطقه الجزاء. وانا اعتقد ان فريق ناضج، فريق عنده الوعي التكتيكي. ومن قدك يا منصور يا بلوي، من قدك اليوم يا منصور يا بلوي. واضح حتى تصريح منصور بلوي قبل المباراه انه عنده ثقه في فريقه، وقال بعد المباراه راح تباركون الفريق. وانا اعتقد انه استحق فريق الاتحاد هذه النتيجه. كابتن فهد تحدثت عن مجموعه لعيبه، لابد ان نتحدث عن مبروك زايد. مبروك اليوم اعتقد كان سبب رئيسي في فوز فريق. صحيح، احنا قلنا يعني هو فريق كامل يمر بمرحله نضج، فريق عنده من اللعيبه اللي يقدرون يسوون فارق ويشكلون كثير من الفارق. مبروك زايد اليوم، ودائما الحارس نتكلم عن نص الفريق، نص قيمه الفريق. مبروك زايد اليوم ما في شك ان دوره كان مهم مثل باقي اللعيبه. وانا اعتقد نرجع